ملي كان المغرب نعم سيدي في المونديال ديال قطر غادي يتاهل، غادي يتكاليفيا من الدور الاول للثمن النهايه. المغاربه بوحدهم اللي نشطوا وفرحوا في ثمن النهايه بداو كيدخلوا معاك الخوت ويصيفطوا لك صحابك اللي في الانستغرام اللي في الجزائر ومصر كذا المغرب وكذا دزنا الربع النهايه وعينا الربع النهايه. هذا الشيء بصح. وبدا العام سيدي المنتخب السعودي والمشجعين ديال السعوديه ومشجعين ديال كذا وديال السنغال وديال العرب وديال المسلمين والشعوب المقهوره وفنزويلا كلشي كيشجع في المغرب. انا كيهمونا حنا المسلمين. تزال نصف النهائي وهنا نصف النهائي صافي عباد الله. ولات كتقول لك كذا والناس وخوت وليتي تلقى من بين المغاربه والجزائر خوا وتلقى مع المغاربه والمصريين حنا كلنا اخوات وتلقى مع المغاربه والسعوديين والله طقيتهم وكذا. وقلنا مزيان الى هاد الكعيه ديال الكره غتكون سبب ان الخوت يعاود يتفكروا راه هما مسلمين وعندهم اخوه الاسلام ويخليوا الكره على اتساع ويرسملوا يردوها راس مال ديك الاخوه الايمانيه وبضاره نافعه. الله يقبل مزيان. من بعد ما يبداو يبانوا الماتشات ما بين الخوت فينا هو ديك اللي كانت من قبل خوتنا وكلنا اخوات وخوا طقيتهم فين مشى داكشي. كيتجبد السبان في الجدر ديال الوالدين ديال اللعابه. علاش؟ لان لاعبين مع واحد الفريق خصم. انا ما قلتش لك ما تكونش في التنافسيه. قضيه حلال وحرام في الكره انا لا اناقش هذا الان. فهمنا؟ انا لا اناقش هذا الان نهائيا. مش هذا موضوع النقاش. مركزين على حاجه اخرى. حتى يخرج لك شي واحد من الجيم ويقول لك اللعيبه ديال لا وانت تشجع الكره والباطل وقال فلان وقال ما كنناقش معاك هذه المساله هذه نهائيا. دابا فرزك على تيسا ديك الساعه نناقش معاك. انا ما نناقش معاك هادشي. انا كندوي معاك على نقطه اخرى. هذيك الاخوه اللي كنا كنصحبوها اخوه ايمانيه هي اللي قلت لكم في الاول انما هي اخوه نفعيه مصلحيه. حيت بجوجنا واقفين هنا كنشجعوا فريق واحد حنا خوت. لكن هذاك الفريق ملي غيتلاقى مع الفريق ديال بلادك انت داك اللي خدموا عليه بالتفرتيكه في الاخر ديال القرن 19 فاش سطروا لك داك السطوره ديال كذا وهذه حدود وخصك فيزا وباسبور الى اخره. ديك الساعه ما بقاوش ديك الحدود. حنا كنقولوا حدود وهميه. لا والله ما بقات وهميه. الشريك تقول لا راه قانونيا صحيح كاينه ما كنناقش معك حتى قانونيا. انا كنقول لك صارت حدودا قلبيه. صار الولاء والبراء يعقد على لعبة لا تسمن ولا تغني من جوع بل تضر أكثر مما تنفع. إذن فين بقات هذيك الأخوة اللي قال فيها الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الخلعة هي اللي الشيء اللي جاي من وراها. شنو جاي من وراها؟ زيد وكنتم على شفا حفرة من النار. كيفاش على شفا حفرة من النار؟ العدو ماشي صحابة. كنتم على شفا حفرة من النار زيد فأنقذكم منها. هذيك منها لها. واش من النار ولا من الحفرة ولا من الشفا؟ الخلعة هي اللي كانت فأنقذكم منها هي النار. بمعنى إذا فرطنا في الأخوة الإيمانية وقلبناها عصبية قبلية ما هو المصير؟ النار الشرفة. بمعنى فأنقذكم منها أي مما كنتم ستصيرون إليه لو دمتم على ذلك الحال من التنازع والتطاحن. وهذه مما ذكره جمع من أهل التفسير أنها نزلت في الأنصار في الأوس والخزرج. من اللي كان هذاك اليهودي صيفط لهم ذاك الغلام ديالو وقال لهم هادو جالسين مجموعين الاوس والخزرج ما يمكنش يبقاو جالسين مجموعين مع بعضياتهم. الشوفه فيهم مجموعين تضرني في الخاطر. فصيفط واحد الغلام ديالو قال لي سير عاود جبد لهم ذاك الشعر ديال ايام بعاث من اللي كانت الاوس كتضارب هي والخزرج وجبد لهم ذاك الاشعار وبدا كيجعر فيهم. حنا فرقتنا كذا وعقلتوا نهار درنا لكم كذا وانتم نسيتوا نهار كذا وكذا
انتم نسيتوا نهار 5-1، وانتم نسيتوا نهار 3-0، وانتم نسيتوا نهار 3-2، ونسيتوا نهار درنا لكم كذا وحنا بعدا راه كذا، ونسيتوا نهار حنايا دخلنا شرفنا الملك حيت وصلنا للفينال، وانتم نسيتوا ملي كذا وكذا. وتتبدا. انا دويت غير على الكره بوحدها، ما دويتش على السياسه، وما دويتش على المصيبه ديال الفلوس، وما دويتش على الموالاه، وما دويتش. دويت غير مثال بسيط جدا كيفاش هذيك الجلده منفوخه بالبرد، كنا كانت منفوخه بالسيمه، جلده منفوخه بالبرد ومطوفه العالم كله، والخوت شادين السكه غاديين بها للنار مباشره. علاش؟ لانهم يتطاحنون بدعوى الجاهليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام شنو وقع ديك الساعه؟ هذوك من اللي سخنوا ما يقولوا هما الاشعار ديالهم، الاخرين سخنوا قالوا الاشعار ديالهم، هما يوقفوا. هذوك جبدوا السيف وقالوا يا للانصار، الاخرين جبدوا قالوا يا للاوس، الاخرين جبدوا السيف وقالوا يا للخزرج، وكانوا غير طاحنوا. هذوش كانوا جالسين كيديروا الشرطه، راه ما كانوش جالسين لاعبين ماتش، حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذو راه كانوا جالسين غير متالفين، راه كانوا في واحد الجلسات يتحابوا. وشوف هذيك النزغه اللي خدم بها الشيطان ديال الانس وصيفط الشيطان ديال الجن والنفس الاماره بالسوء وتخلطات هذه الحريره هذه، شكون اللي فكها النبي عليه الصلاه والسلام. اذا في وقتنا حنا شكون يفكها؟ تفكها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فمن اللي سمع النبي عليه الصلاه والسلام هذا ما قالش بلاتي تيبردوا وصافي تنتراعى شويه غادي يضربوا شي شويه ومن بعد غادي نجيو نفكوا مع العمل. لا، ناض صلى الله عليه وسلم تيجري، الصحابي اللي غادي معاه قال لك وكان برده يسقط من على كتفيه، ما وقفش عليه الصلاه والسلام حتى باش يقد السلام ديالو نقولوا حنا، مشى تيجري ووقف ويوبخهم بسؤاله صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم. اسمها دعوه الجاهليه، بمعنى الجاهليه ماشي هي واحد المرحله تاريخيه قبل ان تنزل اقرا، ومن نزلت اقرا ما بقاتش الجاهليه، لا، بقيت تصرفات من تصرفات الجاهليه وتسمى جاهليه دون ان يكفر صاحبها. سيدنا ابو ذر لما عير رجلا بلونه ولون امه وقال له يا ابن السوداء، وهذاك السيد ضراته الكلمه في قلبه، لان ما تقالش على سبيل الوصف، تقالت على سبيل التنقيص. ومشى عند النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله عيرني بامي وبلوني ولون امي. وعط عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال لي يا ابا ذر انك امرؤ فيك زيد جاهليه. اذا دعوى الجاهليه لم تنقطع من قطاع الزمن، تبقى دعاوى الجاهليه بداخلنا. احنا شنو كنديروا؟ هل نزكي انفسنا ام لا نزكي انفسنا؟ هذه هي الخدمه.